يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري ولاعب الترجي التونسي. في الموسم من 2022 إلى 2023 انتقل بلايلي إلى نادي أجاكسيو الفرنسي قادما من ستاد بريست. كانت تجربته في الدوري الفرنسي قصيرة ومتوترة، ولم يدم بقاؤه طويلا، وانتهت العلاقة بين الطرفين بفسخ العقد. لكن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد، بل كانت هذه مجرد البداية لنزاع قانوني طويل. بعد رحيله عن أجاكسيو، طالب بلايلي النادي الفرنسي بتعويضات ومستحقات مالية. كان المبلغ المطلوب حوالي 380 ألف يورو، وهي مستحقات اعتقدوا أنه من حقه الحصول عليها. لتوثيق مطالبه قدم وثائق ومستندات اعتبرها دليلا على التزامات النادي تجاهه. لكن رد فعل نادي أجاكسيو كان غير متوقع تماما، فبدلا من التفاوض أو محاولة الوصول إلى تسوية، اتجه النادي الفرنسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورفع قضية رسمية ضد اللاعب. اتهام النادي كان صادما ومفاجئا للجميع: تزوير وثائق واحتيال. نادي أجاكسيو زعم أن بروتوكول الاتفاق الذي قدمه بلايلي لإثبات مستحقاته هو وثيقة مزورة، وأنه لم يتم التوقيع عليها رسميا من قبل مسؤولي النادي. بعبارة أخرى، اتهموه بمحاولة خداع الاتحاد الدولي للحصول على أموال لا يستحقها. القصة أصبحت أكثر تعقيدا عندما ظهر ارتباطها بقضية سابقة، ففي عام 2023 كانت محكمة التحكيم الرياضي كاس قد حكمت على بلايلي بدفع 380 ألف يورو لنادي الأهلي السعودي، وهو نفس المبلغ الذي يطالب به الآن من أجاكسيو. وفقا لمصادر قريبة من القضية، فإن بلايلي قدم ما وصف بأنه بروتوكول اتفاق مع أجاكسيو يلزمهم بسداد قيمة فسخ عقده مع الأهلي السعودي، لكن النادي الفرنسي نفى صحة هذه الوثيقة تماما واعتبر أنها مختلقة. الفيفا لم يتجاهل القضية وفتح تحقيقا مطولا استمر عدة أشهر، درس خلاله الوثائق المقدمة من الطرفين واستمع إلى أدلتهم. وفي النهاية أصدر قراره الحاسم، ففي يوم الخميس 5 من مارس 2026 تلقى بلايلي الصدمة الكبرى. الاتحاد الدولي قرر إيقافه لمدة عام كامل عن ممارسة أي نشاط كروي، وتغريمه 5000 فرنك سويسري. العقوبة تشمل جميع المباريات الرسمية محلية كانت أم دولية مع أي ناد أو مع المنتخب الجزائري. مصادر قريبة من الملف أوضحت أن الفيفا شدد العقوبة لأن القضية تتعلق بتزوير وثائق، وهو أمر لا يتسامح معه الاتحاد الدولي، فأي محاولة لخداع المنظومة القانونية تعتبر مخالفة خطيرة جدا، ولذلك جاء القرار صارما. المأساة أن العقوبة جاءت في أسوأ توقيت ممكن، فبلايلي كان لا يزال يتعافى من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في نوفمبر 2025، إصابة أبعدته عن الملاعب وعقوبة ستبعده أكثر. إصابة وإيقاف يعني غيابا طويلا جدا. هذه العقوبة تعني عمليا شيئا واحدا: غياب بلايلي عن كأس العالم 2026، الفرصة الأخيرة لنجم كبير في 40 من عمره لقيادة منتخب بلاده في المحفل العالمي الأهم. الحلم الذي راوده طوال مسيرته أصبح على المحك. الأمر لا يتوقف عند المنتخب فقط، فعقده مع الترجي التونسي ينتهي في يونيو 2026، ومع هذه العقوبة مستقبله مع الفريق وأي ناد آخر أصبح في مهب الريح. لكن القصة لم تغلق بعد، فالفيفا منحت بلايلي حق الطعن في القرار. لديه 10 أيام فقط من تاريخ الإعلان لتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس. فريقه القانوني بقيادة المحامي التونسي علي عباس، الذي سبق له أن دافع عنه في قضية المنشطات 2015، يدرس حيثيات القرار كاملة. الاستئناف قد يوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وقد يؤدي إلى تخفيفها أو إلغائها. يوسف بلايلي يعيش أصعب فترة في مسيرته الكروية، نزاع تعاقدي تحول إلى قضية تزوير أدت إلى عقوبة قاسية في توقيت قاس فوق إصابة قاسية. الأيام 10 المقبلة هي الفيصل: إما أن ينجح في إلغاء العقوبة ويعود لملاحقة حلم المونديال، أو تبقى معلقة في عنقه وتنهي عمليا مسيرة أحد ألمع نجوم الكرة الجزائرية والعربية.